من الشائعات اللي بتطلع على باقي نجوم الفن منهم الزعيم عادل إمام. وبعدها ازداد الأمر اشتعال، فخرجت نهال عنبر في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب ببرنامج الحكاية وقالت: أنا لسه متواصلة مع أخوه أكرم السعدني وقال لي إنه زي الفل. أنا مش عارفة مين طلع إشاعة زي دي. بعدها اضطر أحمد السعدني للخروج عن صمته وكتب في منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أبويا بخير الحمد لله، إن شاء الله تنشل يلي كتبت الشائعة. الحقيقة إنه خرج أحمد السعدني قبل كده وصرح في تصريحات تلفزيونية عن سبب غياب والده صلاح السعدني عن الساحة وليه مش بيشارك في مهرجانات أو برامج تلفزيونية. فقال: والدي متابع لكل حاجة وهو دلوقتي مايل للهدوء والسلامة. هو من 5 أو 6 سنين خد قرار نهائي للعيشة في هدوء، وأنا نفسي بفكر في الموضوع ده من دلوقتي، وبتمنى الناس ترحمنا عشان اللي بيكتب كلمتين على السوشيال ميديا ده بيفرقوا في نفسية الإنسان عموما مش الفنان بس. الرحمة